قبائل تعرفت بالشجاعة والحركات السلطانية والداعم الأول والقوي للسلطة والحكم، وكانت مقربة من السلاطين المغاربة وأداة قوية في يد المخزن باش يسير بها شؤون البلاد في أمن واستقرار. عرفها المغرب منذ مئات السنين كقبائل ساهمت في حماية البلاد والدفاع عليها، وأعطت هيبة للقوة العسكرية للمغرب أمام دول وإمبراطوريات كانت حاكمة العالم في القرون السابقة بحال إسبانيا والبرتغال وبريطانيا والأتراك العثمانيين. الجيش ديال المغرب كان كيعتمد عليها بزاف وكيضرب ليه 1000 حساب بسبب هاد القبائل اللي أثرت على تاريخ المغرب، وما كاينش شي كتاب أو مصدر تاريخي عن المغرب وعن السلاطين ديالو إلا وكيتم ذكر هاد القبائل. قبائل الجيش، وصحيح في النطق هو الجيش، وكتسمى بقبائل البور أو قبائل الحوز. هاد القبائل اللي كانت معروفة بالمهارات ديالها خلال الحروب وبالقوة وكثرة في عدد الجنود ديالها، فكانوا السلاطين المغاربة منذ العهد الموحدي كيعتمدوا عليها، وبالأخص مع الدولة العلوية غادي تعرف قبائل الجيش واحد الأهمية كبيرة وتنظيم كبير من طرف السلاطين العلويين، بحيث غادي يدخلوهم إلى الجيش المغربي المنظم. فشنو هي قبائل الجيش؟ وشنو هي أصول هاد القبائل؟ وفين استقرت في المغرب؟ وشنو كان الدور ديالها في الجيش المغربي؟ أولا غادي خاصنا نفهموا شنو هو المقصود بقبائل الجيش. حرفيا المقصود هو القبائل العسكرية، وهي مجموعة من اتحاديات قبائل لأسسها السلاطين المغاربة باش تحمي حدود الدولة وحراسة المناطق المتمردة واللي كتعرف مشاكل أمنية، وكانت دائما على أهبة الاستعداد وواجدة لأي تدخل عسكري، يا إما لأغراض دفاعية بشكل عام، ولكن أحيانا حتى هجومية أيضا. في المقابل هاد المهام اللي كانت كتكلف بها قبائل الجيش كانت كتاخد امتيازات من ناحية أنها ما كتخلصش الضرائب والجبايات وكتستافد من أراضي فلاحية. هذا النظام اللي عرفوا المغرب في القرن 16 مع الدولة السعدية، وغادي يستمر ويعرف تنظيم أكبر وأحسن في القرن 17 و18 مع الدولة العلوية، من خلال أن قبائل الجيش غادي يولي عندها امتداد كبير بالمغرب. أما بالنسبة لأصول قبائل الجيش فهي اتحاديات لقبائل ذات أصول من عرب المعقل اللي كانت مستقرة بسوس وفي الصحراء المغربية، ومع مرور الوقت غادي تستقر بهم الأحوال في عدة مناطق بالمغرب كحوز مراكش وقرب الرباط وفاس ومكناس ومنطقة الغرب والجهة الشرقية. كانت كتميز قبائل الجيش بالخدمات اللي كانت كتقدم للدولة، بحيث أن المخزن كان كيعول عليها في بزاف المهام، ومنها أن قبائل الجيش كانت كتكلف في الحفاظ على الأمن على الطرق والمسارات الكبيرة بين المدن المغربية، وبالخصوص بين المدن الكبيرة كفاس ومكناس ومراكش والرباط وسلا. بالإضافة أن المخزن كان كيكلفهم بحراسة المرافق والمؤسسات الحساسة والمهمة ديال هاد المدن بحال القصور السلطانية وبيوت المال اللي هي خزينة ديال الدولة في كانت كتحط فيها الفلوس والأموال ديال الدولة، خازن ديال المؤونة ومخازن الحبوب كالقمح والشعير، والمستودعات ديال العتاد الحربي والذخيرة اللي فيها السلاح ديال الجيش واللي كانت معروفة بأسماء كدار السلاح أو دار البارود، والقصبات، وحتى الديور الكبار ديال الأعوان للمخزن، وحتى السجون والمراصي والأسواق الكبار اللي كانت كتنظم بين القبائل. وكانوا البشوات الجيش والقياد ديالهم بمختلف الرتب العسكرية بدءا من المقدم إلى قيد الرحى، والرحى بمعنى أنها كانت فرقة عسكرية من الجنود والفرسان من قبائل الجيش. هاد البشوات والقياد كانت عندهم واحد المكانة رفيعة المستوى عند السلاطين، وكان كيتم تعيينهم في مناطق على حدود البلاد، سواء في المناطق الشرقية أو عند الحدود مع الجزائر اللي كانت تحت الحكم العثماني، وحتى على المدن اللي جات وسط الجبال وفي منطقة طبيعية وصعيبة وواعرة باش توصل ليها، اللي ممكن تمشي ليها القبائل المتمردة على السلطة باش تخبى وتحصن فيها، كتازا وتارودانت وتيزنيت.
وكان المخزن كيكلف القياد ديال القبائل الجيش بمهام أخرى، ومنها يجمعوا مستحقات للدولة من الضرائب والجبايات والعشور اللي مفروضة على القبائل الأخرى، وكيبلغوا أوامر الدولة، أو كيوقفوا على شي منطقة اللي كتعرف نزاعات ومشاكل أمنية اللي كانت كتوقع مرة بين القبائل، وكينظموا النوبة على الاستفادة من مصادر الماء والتوزيع ديالها ويقسموها بين القبائل، وحتى مراقبة المراعي والأراضي الزراعية أو مكافحة الشغب والاعتداءات على الأرواح والممتلكات ديال الناس. ونبداو بأكبر قبيلة واللي الاسم ديالها غالب على معظم قبائل الجيش، وهي قبيلة الوداية. والوداية وهي قبيلة عربية من عرب المعقل اللي هاجرت من الجزيرة العربية في العهد الموحدي، واستقرت في الأول في سوس وفي مناطق أخرى في المغرب كجهة ملوية وجهة درعا. وغادي يستخدمهم السلطان الماريني أبو علي الماريني سنة 1315 من يشد الحكم في المغرب باش ياخذ منطقة تافيلالت والمناطق اللي حداها، وغادي يغلبوا على سوس ويتقاسموا الجبايات ديالها مع السلطان. ومن بعد غادي تستقر فرقة من الوداية في حوس مراكش حتى العهد المولى إسماعيل. غادي يجمع الوداية اللي كانوا مفرقين ويقيدهم في كتاب ديوان الجيش عام 1677، ويسكنهم حدا القصبة ديال مكناس، ويسكن مجموعة أخرى من الوداية في فاس جديد. ومن غادي يمشي المولى إسماعيل منطقة سوس غادي يتجمعوا عنده الوداية اللي كانوا مازالين مستقرين في سوس ويؤديوا ليه مراسم الولاء والطاعة. أما بالنسبة للوداية اللي دخلات الجيش المخزن فغادي يقسمهم المولى إسماعيل إلى 3 فرق عسكرية، وهي رحاء أهل سوس ورحاة المغافرة ورحاة الوداية، وغادي يسميهم كاملين بالوداية حيث هي اللي كانت كبيرة وعندها عدد كبير ديال الجنود. ومع مرور الوقت غادي تبدا تضعف قوة ديال قبيلة الوداية، خاصة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ولا سيما أن السلاطين ما بقاوش كيعتمدوا عليهم بزاف وبداو كيتحالفوا وكيخدموا قبائل أخرى بحال الرحامنة وشراقة. هادشي غادي يسبب واحد التنافس كبير بين الوداية وشراقة اللي جاو من الجهة الشرقية واللي كانت عندهم خبرة كبيرة في محاربة العثمانيين ديال الجزائر. والوضع غادي يتوتر بزاف وتنافس غادي يتزاد بواحد الشكل كبير بين القبائل، مما غادي يسبب حادثة ديال فاس في عهد المولى سليمان، وهي تمرد الوداية في فاس والفوضى الكبيرة اللي وقعت في المدينة. هاد التمرد غادي يبقى حتى عهد المولى عبد الرحمن بن هشام اللي من بعد محاولات كثيرة ديال السلطان باش يهمد هاد التمرد غادي يرجع التفاهم بين السلطان والوداية وتهدى الوقت شوية، وغادي يتخذ السلطان القرار باش يفرق قبيلة الوداية، فغادي يحول رحاة المغافرة لزاوية الشراضي في حوز مراكش، ورحاة الوداية غادي ترحل لمدينة العرايش، وأما رحاة أهل سوس فمشات للرباط. وغادي ينزلوا رحاة أهل سوس في المنصورية عند واد نفيفيخ، والقياد ديال الوداية غادي يستقروا في القصبة ديال الرباط، ومن بعد غادي يتجمعوا كلهم في القصبة ديال تمارة. ونشوفوا مجموعة أخرى من قبائل الجيش وهي قبيلة الشراردة، وهي قبيلة عربية من عرب المعقل الصحراوية اللي دخلوا المغرب في القرن 13 وانتشروا في الصحراء، وكتكون من قبائل أخرى وهي زرارة وتاكنة والشبانات وولاد التليم. هاد القبائل تنقلت في سوس وحوز مراكش عبر مراحل تاريخية، وعلى حسب السلاطين اللي كانوا كل مرة كيحولوهم من منطقة لمنطقة في المغرب، حتى استقروا في منطقة الغرب وخاصة قرب سيدي قاسم في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام. من بعد ما حولهم للمنطقة وجابهم من حوز مراكش بسبب التمرد ديال القبيلة والزاوية الشرادية، غادي ينظم السلطان حركة على القبيلة والزاوية باش يهرس التمرد ديالو، حيث بدات كتدخل في السلطة في منطقة الحوز وكتجمع حداها القبائل الأخرى. ومن بعد ما نجحت حركة السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام سنة 1828 غادي يحول قبائل الشراردة إلى منطقة الغرب،
وغادي يسجن واحد العدد منهم في فاس والرباط ومكناس. اما بالنسبه لقبائل جيش في مراكش او اللي مستقره في حوز مراكش، وهي قبائل اللي تنقلت من الصحراء المغربيه ومن سوس، غادي نشوفوا شكون هي وكيفاش جات لمراكش. وهاد القبائل وهي ولاد دليم والمنابهه، ولاد حربيل وتاكنه وايتيامور، الودايه، ايدو بلال، ولاد سيدي الشيخ والمرابطين والشياضمه. هاد القبائل الصحراويه والسوسيه كان عندها دور كبير في تشكيل الجيش المخزني في عهد السعديين مع السلطان احمد المنصور الذهبي، واللي اعتمد عليها السلطان في الغزوات ديالو في افريقيا جنوب الصحراء، حيث كانوا موالفين بالصحراء ومدربين مزيان على الحروب. وكل قبيله منهم عندها قصه كيفاش استقرت في سوس والصحراء ومن بعد في حوز مراكش. بالنسبه لولاد دليم، من اكبر قبائل الصحراء المغربيه اللي كتنتمي لبني حسان، وهم تجمع قبلي من عرب المعقل من سكان الجزيره العربيه اللي هاجروا الى المغرب في العهد الموحدي، وكيذكروهم النسابه على انهم قبائل معروفين بالاصل العربي الصحيح، عرب اقحاح نقلوا الى الصحراء اللغه العربيه وصفات الشجاعه والكرم والخصال الحميده. وغادي تحسبوا مع قبائل الجيش مع الدوله السعديه ومن بعد مع الدوله العلويه، وغادي يتوزعوا على مناطق متفرقه في المغرب، منها حوز مراكش ومنطقه ازغار في الغرب، ويتخلطوا مع قبائل مغربيه اخرى. وبالنسبه لقبيله المنابهه، فبالنسبه للمؤرخ ابن خلدون كيقول هي قبيله من عرب المعقل دخلوا المغرب في جوج الهجرات، وحده مع السلطان الموحدي عبد المؤمن القومي، والثانيه مع السلطان يعقوب المنصور الموحدي، اللي استقروا في الاول في السهول عند الغرب والشاويه ودكاله، حيث ما كانوش الموحدين كيثيقوا فيهم مزيان، وحطوهم في هذه المناطق باش يسهل عليهم يراقبوهم. لكن مع مرور الوقت غادي تهاجر المنابهه الى الجنوب و18 في سوس ودرعا وتافيلالت وفي الصحراء، لكن غالبيه المنابهه استقرت في حوز تارودانت. وغادي يدخلوا لجيش المخزن مني غادي يناصروا السلطان السعدي ضد البرتغال ويشاهدوا معاه في تحرير المدن الساحليه، وغادي يبقاو مع السلطان السعدي ويسكنوا في مراكش، ويعطيهم السعديين الاراضي فلاحيه وها مقابل الخدمه العسكريه. وبقات المنابهه في مراكش حتى في عهد الدوله العلويه، وكانت علاقتها مزيانه مع السلاطين، وكلفهم السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام يراقبوا القوافل المخزنيه وحراسه اراضي الزراعيه المخزنيه وحراسه اماكن حساسه ومهمه والقصبات ديال مراكش وسوس. وعرفات المنابهه شخصيات مهمه في خدمه المخزن، من اشهرهم الوزير المهدي بن العربي المنبهي في عهد السلطان المولى عبد العزيز، اللي اشتغل كوزير الحربيه او كيف ما كان معروف بلغه المخزن القديمه العلاف الكبير. ومعاه القيد حيدر بن ميس في منطقه سوس. كان عند قبائل الجيش دور بزاف في استقرار المغرب، لكن في اواخر القرن 19 بدات كتنقص فعاليه ديالها، خاصه من بعد الهزيمه ديال معركه إيسلي امام فرنسا. غادي يتبدل كلشي في المغرب، واولها الجيش اللي كان خاصو يتطور ويساير العصر، وبدا كيعرف اصلاحات من طرف المخزن اللي قرر ينظم جيش جديد وحديث باش يعتمد عليه في حمايه البلاد من الاطماع الخارجيه. كيعتمد على العسكر، العنصر الجديد اللي كونوا المخزن باش يستغنى عن قبائل الجيش اللي نقص العدد ديالها تدريجيا، بعد ما كان العدد ديالهم كيتقدر ب20,000 مخزني في اوائل القرن 19، غادي يوصل الى 3900 عام 1883. وبقات المهمه ديالتهم هي مسخرين عند خدمه السلطان، وواحد الفرقه ديال الخياله دخلت مع العسكر الجديد. تاريخ قبائل الجيش عريق بزاف حقيقه، وانا كنقرا في كتب تاريخيه والمصادر التاريخيه عليها، استمتعت بزاف وقدرت المجهودات ديالها والخدمات ديالها، وفكرتني بالتاريخ ديالها اللي كيتشبه المماليك اللي كانوا في مصر والشام وقدروا يغلبوا جيش المغول، او القبائل السلاجقه التركيه، او الساموراي اللي كانوا في خدمه الامبراطور الياباني. وما نساوش بان قبائل الجيش
كانت هي القوة العسكرية الوحيدة في العالم اللي قدرت توقف في وجه الجيش الانكشاري العثماني مني قرروا يهجموا على المغرب.